هي دي مش احلى فطيره بسطرمه انت ممكن تاكلها، بس ارخص فطيره على جودتها وسعرها. فشوفوا بقى حصل ايه وبتتعمل ازاي وقابلت مين وازاي بقى المكان ده عامل عرض الاتنين بيتزا ب 60 جنيه. طب قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد. دول اتنين قابلتهم صدفه في مطعم يولا اللي في خالد بن الوليد، وكانوا متابعين تحديدا جنب اليكس ماركت. على العموم المكان ده من التراث القديم وتقريبا كده بقاله اكتر من 60 سنه، والمكان فيه كل حاجه زي ما هي كده من 60 سنه، حتى الفرن القديم وكل حاجه من ريحه زمان. انا كجو بحب الفطير وبالنسبه لي دي اكله اساسيه، سواء كان فطير مشلتت بالسمنه البلدي او فطير بالصدق والبسطرمه. على العموم المكان ده متخصص في البيتزا والفطاير بجميع انواعها، كلكم عارفين طريقتها بس ما تعرفوش طريقتها من ايام زمان. هي فطيره عاديه او ما فيهاش افتكاسات كتير او ما فيهاش افتكاسات اصلا، جبنه موتزاريلا وبسطرمه وفلفل، حاجات بسيطه جدا وطماطم، وبعدها يقفل الفطيره على كده وبتدخل الفرن. الموضوع بسيط جدا وما بيكملش ال10 دقايق. تاني فطيره بقى وهي السوسيس، ودي زي اللي فاتت بسيطه قوي، حاجات عاديه جدا عادي ممكن تتفرج على الفطيره وهي بتتعمل وهي بتنزل الايدام بتاعها في الطاسه، وبعد بقى ما الراجل بيحس ان هي استوت بيقلبها على جنبها التاني وبتدخل الفرن. المجنون بقى في الموضوع ان المكان ده